تخيلوا يا شباب كل الألحان والمقامات الشرقية للموسيقى سوف تسجل صوت وصورة. ومو بس كده، بعد ما يسجلوها صوت وصورة حتنبعث وتتنشر لكل معاهد الموسيقى حول العالم. هذه مبادرة من معالي المستشار تركي آل الشيخ في مؤتمر الموسيقى في الرياض. مو بس كده كمان يا شباب، حيكون معاهم متعاونين وزارة الثقافة. مبادرة رهيبة جدا، ونشوف كلمة معالي المستشار مع بعض. أيضا أننا نوثق الفن حتى في تركيا، الأكراد، حتى إيران، إذا قدرنا نوصل لإيران أن نوثق، لأن هذا كله موسيقى شرقية. بعد ما نخلص من هذا الموضوع يصير مهمة وزارة الثقافة، ومهمتي أنا بشكل شخصي، أنا بسعى على هذا الموضوع. بيوصل نتائج أعمالكم مكتوبة ومسجلة لكل معاهد الموسيقى في العالم، لنبين هذا نتاج كلنا مشاركين فيه، كلنا ما شاء الله. يعني الآن أخوان من مصر، أخوان من العراق، أخوان من الشام، أخوان من كل العراق، من كل الدول العربية. هنا إحنا يد واحدة، ما في أحد أحسن من أحد. زي ما أقول الرياض أخت الدوحة، أخت القاهرة، أخت بيروت. أتمنى إن شاء الله أن هذا الشيء أن نستفيد منه، وأتمنى أن يوم من الأيام أشوف فرقة سعودية كاملة تعزف وتقرأ نوتة موسيقية. أشكر محمد عبده، الآن وصلنا. يا حلوين يا أبطال، إيش فائدة توثيق الموسيقى العربية والمقامات العربية ونشرها حول المعاهد الموسيقية في العالم؟ الموضوع باختصار نوصل للمسارح العالمية والحفلات الخاصة والحفلات العامة اللي موجودة في الدول. مثلا عندكم الترا ميوزك موجودة فين؟ في ميامي، موجودة في اليابان. عندكم مثلا اي دي سي موجودة في اورلاندو، موجودة في لاس فيغاس. لو وصلنا بالموسيقى الشرقية في معظم المسارح والحفلات والاستيجات، الناس، كثير من الناس حيعرفوا عن الثقافة العربية. ولما يعرفوا عن الثقافة العربية حيجيهم فضول انهم يزوروا الجزيرة العربية. يعني حيجوا السعودية، حيجوا الرياض، حيجوا نيوم، حيجوا الطايف، حيجوا دبي، حيجوا الشارقة، حيجوا في كل مكان. بمعنى يا شباب انه الموسيقى وسيلة وصول الى الناس.